تعالى اعرفكم النهارده على مكان مميز جدا هنا في فالنسيا، مكان اسمه المركز الترفيهي والتعليمي للعلوم. يلا بينا. هل شفت مكان قبل كده بيجمع ما بين التعلم والمرح وبيرجعك لايام الطفوله؟ مستعد تكتشف عالم العلوم بطريقه مبتكره وممتعه؟ هنا في متحف فيليب للعلوم في فالنسيا، هو الوجهه اللي لازم تزورها لو بتحب المغامره والاكتشاف. اول ما بتدخل المتحف ما بتحسش ان هو متحف من كتر ما هو مبهر جدا، وبتحس بالتصميم العصري والمباني الرائعه. المكان هنا ضخم جدا ومساحته 40,000 متر، وفي مساحات خضراء كتيره ومساحات تستريح فيها واماكن تأجر منها عجل عشان تلف المتحف براحتك. والمتحف هنا بيخليك جزء من التجربه، مش مجرد متفرج. هتلاقي معارض تفاعليه في الفضاء وجسم الانسان والتكنولوجيا المستقبليه، والمعلومات هنا معروضه بطريقه بسيطه جدا وممتعه بتخليك تتعلم وتستمتع في نفس الوقت. والمبنى نفسه جزء من مدينه الفنون والعلوم بتصميمه المعماري الخرافي. وفي النهايه متحف فيليب العلوم هنا في فالنسيا المكان اللي بيجمع ما بين السياحه والعلم والترفيه. لو زرت المكان هنا او عجبك الفيديو شاركني بالتعليقات، وتابعني دايما عشان نشوف كل جديد مع بعض. سلام.